مناسبة جدا للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة المعرضة للحبوب، من الحاجات اللي موجودة دلوقتي في السوق، وكمان من ضمن سلسلة منتجات على قد الإيد. المجموعة دي تقدر أي حد يشتريها في متناول الجميع بالنسبة لأسعار المجموعات بتاعة البشرة الدهنية والبشرة المختلطة، وكمان بالنسبة للإنجريدينتس اللي فيها اللي هي أسعارها في منتجات تانية عالية جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو اقول لكم تجربتي كامله مع مجموعه بيورسكان. بصوا مبدئيا دي شكلها دلوقتي، هي كان ليها شكل مختلف عن ده، بس ده بعد ما اتغير شكلها، هو بس ناقصها الكلينزر بتاعها، الغسول بتاعها. للاسف معرفتش احتفظ بالعلبه يعني. ده التونر، وده السكراب، وده الماسك اللي هو بتاع ال3 دقايق. المجموعه دي ايه تجربتي معاها اللي خلتني اقول ان المجموعه دي من اهم مجموعات البشره الدهنيه، وخاصه ان احنا داخلين على الصيف، فهنبقى محتاجين حاجه فيها الانجريدينتس او المكونات اللي موجوده في المجموعه بتاعه بيورسكان. وهي بالمناسبه موجوده، ده لاين موجود في اوريفلام. المجموعه دي موجود فيها البي اتش اي والبي اتش اي اسيد، وفيها السالسيليك اسيد، وهنا برضو كمان في سالسيليك اسيد، وكمان ده موجود في الكلينزر بتاعها او الغسول بتاعها، وهو ديلي يوز. في منه اللي هو الاستخدام اليومي يعني، وفي منه اللي هو مرتين في الاسبوع او مره واحده، لان السكراب اللي فيه قوي شويه. الانجريدينتس اللي فيه دي او المكونات بتاعته دي هي اللي بتميزه، ان هو اللاين ده بالذات في حاجات موجوده في منتجات غاليه سعرها عالي قوي دلوقتي. وبما اننا بنعمل سلسله منتجات على قد الايد، فاحنا محتاجين نجيب حاجه فيها المكونات دي بس يكون سعرها مناسب للجميع. فيها البي اتش اي زي ما قلنا، والبي اتش اي دوت من ضمن وظائفه او اهم وظائفه للبشره ان هو بيقلل البكتيريا المسببه لظهور حب الشباب او الحبوب عامه، لان البكتيريا دي لما بتتكون جوه مسام البشره بتقفل المسام اولا، فبتعمل دهون تحت الجلد، فبتعمل بقى بثور او الحبوب اللي هي الفسافيس الصغننه دي اللي هي بتبقى ظاهره في منطقه الجبهه او في منطقه الدقن او ايا كان. الفسافيس دي بتبقى مشهوره في الحتت دي قوي. وكمان الحبوب البكتيريه دي ممكن بعد كده يبقى جواها الماده البيضاء اللي احنا بنقول عليها الباست، اللي هو بيبقى فيها ماده صديديه يعني. فاحنا بنتجنب ده باننا بنستخدم حاجه بتقضي على البكتيريا المسببه لحب الشباب، وهي البي اتش اي. وفي تاني من ضمن الحاجات اللي بيعملها البي اتش اي انه بيقلل الالتهاب في البشره. طبعا الحر والشمس من الحاجات اللي بتخلي البشره الدهنيه، او الحراره عامه اللي بتخلي البشره الدهنيه تسمح بتكوين دهون اكتر تحت الجلد، وكمان بيقلل من الزيوت اللي بتجمع لنا الحبوب اللي موجوده تحت الجلد او المسببه للحبوب بمعنى اصح. فده البي اتش اي. اما البي اتش اي اسيد فهو بيسمح بدخول البرودكت اللي موجود ده اللي معانا، سواء كان التونر او بقيه الحاجات، بيسمح بدخولها لجوه المسام، فبيمنع انها تتقفل عليها او تتسد على الزيوت او الدهون اللي موجوده في البشره، فبينضفها، فبيخليها اول باول هي مش مقفوله، هي مش جواها حاجه هتكون حبوب، فبالتالي هو بينضفها اول باول وبيخلي مفيش حاجه جوه المسام، وبيساعد على انقباضها، وده اللي بيخلي بدوره ما بيتكونش حاجه تحت الجلد، وكمان بيعالج تصبغات البشره، فبدوره بيفتح البشره. وطبعا مش محتاجين نتكلم عن السالسيليك اسيد، لان هو بقى مشهور جدا بالنسبه للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، انه بيساعد على تقشير الطبقه الخارجيه اللي بدورها بتبقى عامله جلد ميت، فبتقفل المسام وبيتكون تحت الجلد الدهون البيضاء او البثور السوداء او اي حاجه من الحاجات اللي بتبقى متضرره منها جدا البشره الدهنيه المعرضه للحبوب والبشره المختلطه. فالثلاث مكونات دول اللي موجودين في المجموعه دي من الانجريدينتس اللي بدافع فيها فلوس غاليه جدا في منتجات تانية، زي مثلا المنتجات بتاعت سان باي مي. هحط لكم المنتجات اللي هي موجود فيها الانجريدينتس دي وسعر عالي جدا، ولكن طبعا بينزل عليهم تخفيضات كتير. انا جايباهم في ديسكاونت، المجموعه كلها ما كانتش غاليه. طبعا الله اعلم النهارده هي سعرها كام او الاسعار ايه، بس ان يكن يعني اكيد الاسعار مش زي اسعار المنتجات التانية. ده التونر بس داخل في حوالي 450 جنيه بالنسبه للمنتجات بتاعت سان باي مي الكوريه. ده مش معناه ان المنتجات دي وحشه، بس احنا بندور على بدائل رخيصه نقدر نستخدمها، بمناسبه ان احنا اصلا كده كده بنعمل السلسله بتاعت منتجات على قد الايد. طيب نيجي للحته بتاعت ان المنتجات دي او المجموعه دي بيتكتب عنها انها بتفتح البشره، وبيتكتب ليها وصف كتير قوي.
الوصف بتاعها في انها بتفتح البشرة، هي مش بتفتح البشرة، بتلعب في صبغة البشرة نفسها، لأ، هي لما المكونات اللي فيها بتساعد على تقشير الطبقة الخارجية وبتعالج التصبغات والكلف بتاع الشمس والحاجات دي. لما بنشيل الطبقة الخارجية وبتعالج التصبغات وبتعالج الكلف، فهي بترجع البشرة لونها الأساسي قبل ما يتعرض للاسمرار اللي حصل له من اي سبب من الاسباب اللي قلنا عليها. لكن هي مش بتفتح البشره بتديها درجه او درجتين غير لونها، لا بالعكس، هي بتفتح الضرر اللي حصل للبشره. عشان المفاهيم المغلوطه بتاعت ان هي هل المجموعه دي فعلا بتفتح البشره، هي ما بتفتحش البشره، هي بتساعدها ترجع لونها الاساسي اللي خدته من الشمس او اللي اخدته نتيجه كلف او نتيجه ايا كان اللي اتعرض له. خاصه ان البشره الدهنيه اكتر عرضه لموضوع الاسمرار من الشمس او الكلف اللي بيجي او التصبغات اللي بتيجي من الشمس، لان الحراره نفسها لما بتتفاعل مع دهون البشره او الزيوت اللي بتفرزها البشره الدهنيه بيعمل نوع من انواع الكلف كده. حتى الناس اللي ما بتستخدمش سان بلوك او مع الوقت بتلاقي ان في نوع من انواع الاسمرار محدش عارف هو سببه ايه، وده بيبقى كلف نتيجه الشمس، اولا لانها ما بتستخدمش السان بلوك، ونتيجه ان الزيوت دي بتاكسد من الحراره فبتديها اللون ده. دي كل المعلومات عن اللاين بتاع بيور سكان. هو طبعا انا برشحه جدا للبشره المختلطه والبشره الدهنيه المعرضه للحبوب، ودول تجربتي معاهم. طبعا زي ما انتم شايفين انا مخلصه الحاجه تقريبا، ما فاضلش فيهم الا حاجه بسيطه قوي. طبعا ده خلصان خالص التونر. وبالنسبه للماسك ده طريقه استخدامه ان هو بيتحط على بشره طبعا نظيفه لمده 3 دقايق. هو بيكنترول الزيوت وبيساعد في تقشير البشره، تقشير الطبقه الخارجيه، نظرا لان هو فيه ساليسيليك اسيد لو انتم شايفين، او الكاميرا بتعمل زوم حلو. تمام. وكذلك السكراب المقشر للبشره ده هو حبيباته خفيفه شويه، ولكنه مقشر من المقشرات اللي بحسبها انها متوسطه الفاعليه، بيقوم بدوره حلو قوي وبيساعد فعلا في تقشير البشره عشان وجود ماده الساليسيليك اسيد فيه. دي كل الحاجات عن اللاين ده. استنونا في فيديو جديد من سلسله منتجات على قد الايد. باي باي.